السلطة اللي دايرة ضجة في تيك توك ويعني فيها ملايين ديال المشاهدات، فعلا كتستحق. فكل ما غادي نحتاجو ليها هي حبات من الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر، الدنجال والقرعة خضراء. فشوفوا بالنسبة للخضر لحسب عدد الأشخاص اللي عندكم، أنا كندير منها كمية كتيرة وكنخبيها في الثلاجة، وقت اللي بغيتها كنجبدها، لأن قد ما بقات في الثلاجة ما كتزيان وعاد كتعطي المذاق اكثر وكتبقى تا اسبوع. علاش لا منوجدوهاش وتبقى؟ اول حاجه الخضر يعني راها مغسوله منظفه، كناخدها بحال الكورجيت كنقطعها هكا بالطول. شوفوا الخضر كتقطعوها كلها قادة وحده. فبالنسبه للقرعه خضراء قطعتها بالطول، جاتني طويله وعاودت قسمتها درتها هكا على قد الفلفله حتى هي كنقطعها هكا، يعني راه حتى هي مغسوله ومزولين لها الزريعه، وكنقطعهم كلهم طول واحد. كتجي لذيذه، جربوها عاد غتعرفوني علاش كنهضر. وكذلك الدنجال هو اللي ما صورتوش حتى هو تنقطعهم كلهم تقاده وحده، غير باش ما نطولش الفيديو. من بعد كناخذ واحد الطاوه اللي ملبسه بورق الطبخ وكنستف فيها هاد الخضر ديالنا كامله، وكندخلوها للفران. عرفتو راه كتجي لذيذه، جربوها وردوا عليا الخبار. هاد السلطه ديال الخضر مشويه خطيره. فهي هادي من بعد ما استفتها كامله هانتوما كيف كتشوفوا. دابا غادي غادي نرش عليها شويه ديال الملحه وزويته بلديه وشويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندخلها للفران. الفران راه دايراه تيسخن على 180 درجه حتى ل 200 درجه، والنار شاعله من الفوق ومن التحت. دابا ندوزو نوجدو الشرموله. فغادي نحتاجو واحد نص حبه ديال البصله اللي مقطعه هكا مربعات رقيقه. غادي نحتاج لها واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس مفروم. غادي نحتاج تقريبا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، هنا راه ما كفانيش عاد غنزيد معلقه صغيره ديال الكمون، الملحه، وما نكترش الملحه لانني دايره الملحه في الخضر. هنا غادي ندير شويه الحار اللي تيبغي الهريسه، وغادي ندير واحد العصير ديال حامضه كامله. بالنسبه لي انا درت الخضر بزاف، يعني درت حامضه كامله.
وهنا غادي ندير الثوم المجفف، اللي ما عندوش حكوا واحد 2 سنينات ديال الثوم. هنا راني تخلطتها، نسيت ما درتش فلفل احمر، غادي نعاود نولي نضيف واحد المعلقه صغيره حتى ل2 ديال الفلفل الاحمر. هنا راه عندي بلديه، يعني تحميره بلديه. صافي غادي نخلط كل شيء. الخضر ديالي بعد ما تشوات في الفران هي هادي كطيب، راه ما تاخذش الوقت بزاف، باش 15 دقيقه كتكون جاهزه. فكنبدا نهز الخضر ديالنا وكنديرها في هاد الشرموله. غير نتوما ما طيبوهاش بزاف في الفران باش تبقى لكم هكاك طريفات باينين. صافي غادي نجمع الخضيره ديالي كامله، نديرها في هاد الشرموله. شوفوا ليا غير الالوان كيف دايره، خطيره بزاف بزاف. اما المذاق فحديت ولا حرج، واعره 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 بزاف بزاف. فبزاف طلبوها مني، كنت حطيتها ستوريات في الانستغرام وبغاوها، ونزلها لحباباتي علاش لا يستافدوا منها ويجربوها. تنخلطها كامله على هاد الشكل باش تدخل ليا فيها هذيك الشرموله، ونخليها في الثلاجه 1 ساعه. صافي وها هي يعني ولات عندنا السلطه ديالنا واجده. شفتوا شحال سهله وبسيطه وكتجي لذيذه بزاف بزاف. وهذه هي السلطه ديالنا، نتمنى تعجبكم. نتلاقاو على خير. هذه هي السلطه اللي دايره ضج.